المسرحي نوار الدويوي شاركت اليوم في مدينة ولد الزرقاء. كنت مع في إطار ملتقى الطفل والعائلة بولد الزرقاء في النسخة الثانية. كنتم في لقاء مع الأطفال في عام تنشيط المهرجون المتجولون. مرحبا بك وإن شاء الله عجبك جو ولد الزرقاء. احكي لنا على جو العرض وكيفاش كان التفاعل مع الأطفال. يعيشك بارك الله فيك. احنا اليوم موجودين في اطار تظاهره ملتقى الطفل والعائله بولد الزرقاء وهي في دورة ثانيه. قبل كل شيء ساعه قبل ما نحكوا على العرض نحكيو ساعه على الملتقى اللي هو بالنسبه لي انا حاجه فريده من نوعها، انه المؤسسات الثقافيه تذهب الى العائله وتذهب الى الطفل اينما هو موجود. يعني صدقا معناها حتى المواطن بدو ساعات يحس باحراج باش يمشي لمؤسسه ثقافيه ولكن انه الثقافه هي بيدها تتوجه الى المواطن التونسي اينما هو موجود. فهذا معناها بادره باهيه ونحييكم ونشد على ايديكم في التظاهره هذه واللي انا موجود فيها اليوم. قدمت عرض المهرجون المتجولون، والعرض كما شفتوا معناها فيه مجموعه من الفقرات. فيه المهرجون يقدموا السبكتاكل تاعهم متفاعل مع الجمهور. عندنا العرائس العلاقه، عندنا عرائس الخيط، عندنا تنشيط الرقص المسرحي. شاركنا فيه هذا طبعا في صديقي وزميلي مازن القرايبي اللي هو تقريبا المشرف كامل على العرض هذا الكل من خلال العرائس العلاقه وايضا من خلال العرائس الخيط. العرض كنا نطمح ان يكون في الشارع، وهو خاطر في شكل كرنفال ويتعمل في الشارع، وكل من يقف قدام عطار ولا دار ولا كذا نعمل سبيكتاكل خاص. ولكن حراره الطقس كيف ما تشوف معناها هي اللي كانت مانع، ان شاء الله المانع خير. واحنا الحق ساتسفي مع الجمهور اللي شاف وعمل جو. وولد الزرقاء هي بالنسبه لي انا وردوي معناها حومتي. نجي في كل وقت، وحتى مانيش مقدم عرض، نجي كمتفرج وكمواكب. ونحييكم ونقول لكم ميرسي بوكو اللي احنا كنا جزء من ملتقى الطفل والعائله. شكرا، يعطيك الصحة وإن شاء الله نشوفوك في عروض أخرى في مدينة الزرقاء، وأنت وفي لهذه المدينة. يعيشك وأنا عندي فيها ناس أصدقائي وإخواتي. وولد الزرقاء معناها في العشرية هذه عملت قفزة نوعية. ممكن قبل كانت ولد الزرقاء تعب بأشياء أخرى والجامع واحد، ولكن توا ولد الزرقاء معناها قلعة من قلاع المسرح، سواء مسرح الطفل ولا مسرح الكهول. وما شاء الله معناها مع دار الثقافة ومع الفضاء الثقافي الخاص ولا فما إشعاع كبير لمدينة ولد الزرقاء. وهذا بالحق ما ينجم كان كيف شكون معناها بالمثل التونسي واحد يزيد يشبر في رقبته، لانه هالمدينه الصغيره هذه تضم العديد من الفنانين وتضم العديد من المبدعين. هذه الشهاده نعتز بها. شكرا لك. عشان ديما نتالق وديما على درب الابداع. يعيشك بارك الله فيك. يعطيك الصحه.